بداية أتقدم بالشكر لجريدة المغرب العربي وكذلك لجريدة السفير 24 على المواكبة ديالها لهذا اللقاء هذا، وكذلك على مستوى المدينة المواكبة ديالها اليومية والدائمة على مستوى جميع البرامج اللي كتعرفها المدينة والإقليم بصفة عامة. اللقاء ديالنا هذا بغينا نعطيو الحصيلة ديال وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان على مستوى إقليم تازة في إطار توجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس نصره الله في صلب البرامج العمومية. فوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على مستوى إقليم تازة خصصت واحد المجموعة ديال الاتفاقيات على مستوى الإقليم اللي كيبلغ المجموعة ديال الاستثمار العمومي ديالها منذ 2015. يعني 2015 كانت إحداث مديرية سياسة المدينة، هذه المديرية اللي ساهمت في على مستوى الإقليم بواحد الاستثمار عمومي اللي كيبلغ 500 مليون ديال الدرهم، مقسمة على شطرين، قسم كيهم المجال القروي وقسم المجال الحضاري. على مستوى المجال القروي تقريبا واحد مجموعة الاستثمار العمومي ديال 199 مليون درهم، والباقي كان على مستوى الجماعات الحضارية الأربعة المتواجدة بالإقليم. هذا باحتساب الاتفاقية الأخيرة التي تم توقيعها مؤخرا وتم المصادقة عليها ديال مدينة تازة اللي كتبلغ التكلفة ديالها 450 مليون درهم تكلفة إجمالية، منها 197 مليون درهم مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان. البرامج اللي كتدخل في هذه الاتفاقيات كتهم الطرق، تصريف مياه الأمطار، مساحة الخضراء، تشجير الإنارة العمومية. وكذلك هناك محور آخر يهم المدينة العتيقة. المدينة العتيقة اللي هو ربما هو الموضوع ديالنا في هذا اللقاء. انا بغيت نعطي واحد النبذه بعدا قبل ما ندخلوا في المحور ديال المدينه العتيقه والمساهمه ديال الوزاره في هذه المدينه. بغيت نعطي هذه الارقام الاوليه باش نبين بان كاين هناك استثمار على مستوى اقليم تازة من طرف وزاره اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان اللي كما قلت كيتبلغ المجموع ديال الاستثمارات 500 مليون ديال الدرهم منذ 2015، يعني منذ لا كرياسيون ديال مديريه سياسه المدينه. كذلك بالنسبه للوزاره كتولي اهتماما المدينه العتيقه من اجل الاعتبار المدينه العتيقه، خصوصا ان شفنا مدينه تازة واحد الوقيته المدينه العتيقه مدينه تازة عرفت واحد الركود، خصوصا بعد تحويل مجموعه المصالح الاداريه للمدينه لتازة السفلى. المدينه العتيقه تعرفت واحد الركود، ما كاينش واحد الحركه اقتصاديه. وبعد تصنيف هذه المدينه كتراث وطني كان لزاما التدخل في هذا النسيج من اجل المحافظه على التراث المادي وكذلك التراث اللامادي كما كينادي صاحب الجلاله نصر الله على ذلك، ورد الاعتبار لهذه المدينه. ومن بين البرامج اللي يعني تم برمجتها وانجازها على مستوى المدينه كانت هناك اتفاقيه الشراكه ديال سياسه المدينه التي تهم مجموعه المحاور، محور الطرق، محور الاحياء الناقصه التجهيز، ومحور المدينه العتيقه. هذا المحور ديال المدينه العتيقه كانت المدينه تبرمجت له 21 مليون ديال الدرهم، وهو اللي الاشغال ديالو اللي انتهت وتم الانجاز ديالو. على فيما يخص المكونات ديال هذا المشروع كاين تسقيف، عمليه تسقيف، تاهيل الواجهات، استبدال الابواب التي كانت الابواب القديمه والابواب الحديديه بالابواب الخشبيه، والارصفه، يعني تبليط الارصفه بالحجره ديال الوداملي لا بيغ دو تازا. كيف ما قلت هاد 20 مليون درهم كانت مقسمه على شطرين. الشطر يهم التمويل ديال وزاره اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان اللي كيبلغ 13 مليون ديال الدرهم، و8 ديال المليون ديال الدرهم من تمويل جماعه تازة عبر المديريه العامه للجماعات الترابيه. هذا شق اول. الشق الثاني وهو يهم معالجه البنايات المهدده بالانهيار. الاتفاقيه كانت توقعت في 2017، كتهم واحد 180 بنايه، 30 بنايه تستوجب الهدم الكلي، و150 بنايه التدعيم، الاصلاح والتدعيم. بعد التشخيص من طرف المختبر العمومي للتجارب والابحاث LP2E
تبين أن هناك 114 حالة التي تستوجب الإصلاح والتدعيم، في حين 27 حالة تستوجب الهدم الكلي. هنا لا شفنا البنود ديال الاتفاقية، أن الاتفاقية تنص على أن التدعيم كيكون عبر تسليم مساعدات مالية دي زيد فرونتال، تسليم مساعدة مادية للبنايات التي تعرف مجموعة ديال الشقوق أو التي مهددة بالانهيار. هذا الدعم كيتم عبر 3 مراحل. يعني كتسلم المعني بالامر، المعني اللي غادي يقوم بالتدعيم والاصلاح البنايه 20,000 درهم كدفعه اولى، بعد انجاز 33% من الاشغال، وبعد تقديم تقرير من طرف مكتب الدراسات المكلف بالتتبع، وكذلك هو اللي تم تكليفه باعطاء ماذا يمكن القيام به من هذه الاصلاحات. كنمروا المرحله الثانيه، تسليم الشكل الثاني، كنصرفوا 20,000 درهم الثانيه، ثم بعد ذلك ملي كيوصل نسبه التقدم ديال الاشغال 66% كنمروا لتسليم الشكل الثالث 20,000 درهم التاليه، وهكذا كيكون تسلم المبالغ ديال 60,000 درهم كلها. في حاله ما الا ما قدوش راه خصو يزيد من عنده، لان كاين بعض البنايات اللي كتطلب الاصلاح اكثر من 60,000 درهم، فهذه كتسمى دي زيد فرونتال فقط، يعني مساعده للمواطنين باش يصلحوا البنايات ديالهم، خصوصا ان صاحب الجلاله نصر الله يولي اهميه قصوى لهذه البنايات المهدده بالانهيار من اجل اصلاحها او ترميمها. هذا من جهه. فيما يخص الشق المتعلق بالبنايات التي يمكن اوسط الخبره بهدمها كليا، فكانت كما قلت 27 بنايه. هذه 27 بنايه كانت الجماعه الترابيه لتازا بصفتها هي كما كتنص على ذلك الاتفاقيه هي اللي مكلفه بعمليه الهدم بواحد التكلفه ماليه ديال 1.50 مليون ديال الدرهم. جامعه تازا كانت عنت على الصفقه الاولى من اجل عمليه الهدم. تم هدم 5 البنايات الى حدود الساعه، 5 أو 6 بنايات، 5 بنايات تم هدمها، والباقي سيتم اعداد صفقه اطار عن مارشي كادر من اجل استكمال البنايات في المده. وهنا لابد ان اشير بان البنايات التي يتم هدمها خصها ما تكونش يعني تراث او من المآثر التاريخيه. هذا فيما يخص المدينه. رجع للشق الذي يتعلق بعمليه التسقيف والعمليه ديال التبريد الارضيه وتصريف مياه الامطار. فهذه العمليه تنجزت 100%، لقد سلمت مؤقتا، باقي التسليم النهائي مازال ما تعنش. هذه العمليه لقت استحسانا من طرف الساكنه بعد لان حنا في البدايه ملي كنا بدينا الاشغال راه كنا كنشاركوا ضروري كنشاركوا المجتمع المدني، كنا كنشاركوا جميع الجمعيه ديال التجار كانت كتشاركنا في العمليه ديال الاعداد حتى العمليه ديال الانجاز. من البدايه في الاول كان عندهم واحد التخوف، ولكن ملي بدات العمليه ديال الاخر في الحقيقه لقت استحسان من طرفهم. كذلك كانت يعني الحضور ديالهم كان كيعطي قيمه لانجاز الاشغال. فلا تفوتني الفرصه من هذا المنبر من اجل ان اشكر كل المتدخلين، وعلى راسهم السيد العامل الذي ما فتئ الاهتمام، كذلك والتتبع اليومي والمباشر ميدانيا لجميع البرامج التي المتواجده على مستوى الاقليم، وكذلك لجميع لجنه التتبع المحليه التي كذلك لابد من تقديم الشكر لهم، من قسم التعمير العماله، شركه عمران فاس، الجماعات الترابيه المعنيه، يعني كل من جهته وكل من موقعه، كله لابد من تقديم الشكر لهم على المواكبه ديالهم والمساعده ديالهم لانجاح هذه المشاريع. يعني لولاهم المشاريع ما غاديش لن ترى النور.